تعالوا نشتغل مع بعض في الفصل التالت. الفصل التالت حلول التحكم بالمخاطر. الفصل التالت حلول التحكم بالمخاطر. طيب، عندي نقاط التعليم الأساسية. كيفية تقليل الخطر. أنا رقم 1 how do you reduce risk. كيف يمكنك تقليل المخاطر؟ كيف نقلل الخطر؟ 2 كيفية تحديد لنسب حلول التحكم والسيطرة على الخطر. how do you decide which risk control to use. كيفية تحديد نسب حلول التحكم والسيطرة على الخطر. فكده دي أنسب ترجمة ليها، هي وكيفية تقليل الخطر. يعني كيفية يمكنك تقليل المخاطر، يعني كيف يمكنك تحديد نوع التحكم في المخاطر الذي يجب استخدامها. في الوحدة الثالثة احنا نبدأ نراجع مع بعض. كيف نقلل الخطر؟ الآن وقد تعرفنا على كيفية تقييم الخطر، بيئة العمل. ماذا بعد؟ هذا نصف المعلومة. ماذا بعد؟ هذا نصف المعلومة. انك تعرف بوجود خطر، ولكن ماذا يتواجب عليهم العمل اتجاه هذا الخطر؟ يتواجد الخطر بكل نواحي أنشطة حياتنا اليومية، بالعمل والمنزل، مثل خطر السقوط من على سلم. ممكن تأثيره بالمدى ثبات السلم ومسافة السقوط وقدرتك على استخدام السلم وطريقة عملك لمهامك على السلم. تمام أو كده. تذكر عندما كنت تتعلم قيادة السيارة، قيادة في الطريق وانت قائد السيارة مبتدئ، يشكل خطر أو خطرا. طيب، يشكل خطر على نفسك أولا وعلى مستخدم الطريق، ولكن مع مدرب قيادة ذو خبرة وسيطرة مجهزة للتحكم المزدوج لكل متدرب، والمدرب يساعد على التحكم والسيطرة على خطر قيادة شخص مبتدئ السيارة. حلو أوي الكلام ده. جميل جميل جميل. حلو أوي لغاية كده. الحمد لله الذي هدانا له، لهذا ما كنا نهتدي لولا إن هدانا الله.